السلام عليكم، شراكم، شخباركم؟ إن شاء الله تكون صحتكم النفسية والجسدية بخير. فيديو اليوم راح نجاوبه أنا وأنت على سؤال: وين حاب توصل؟ وقبل ما نجاوبه لازم نمر على واحد النقاط وناقشوهم ومن بعدها نجاوبه. في حال عجبكم المحتوى تنسوش تعملوا لايك، سبسكرايب، اللهم أدخلنا مدخل الصدق وأخرجنا مخرج الصدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. وين حاب توصل؟ قبل ما نجاوبه لازم نفوتوا على نقطة نقدر نقولوا زوج. واحدة اللي هي وش كنت، ثانيا ايش راك تدير، اخرها وين حاب توصل. اولها واش كنت، ماناش نجلدوا في ذاتنا ولا نذكروا رواحنا بالماضي اللي فات، ولا برك حابين نعرفوا حياتنا وين راهي تروح. اسكو رانا صح، رانا وين حابين نوصلوا، ولا برك رانا عايشين وخلاص. وش كنت تدير قبل من قرارات افكار اليوم راك تعيش النتيجة تاعها. يعني إذا كنت حابس ما كنت تدير والو، اليوم ثاني راك ما كدير والو. إذا كنت تخدم اليوم ثاني راك تخدم، ولا راك في النتيجة تاع واش خدمت. يعني نهار تقصي روحك حياتي وش بيها هاك، راح ترجع للماضي وراح تعرف حياتك وش بيها هاك. ثانيا واش راك تدير، راك تضيع في وقتك في السوشيال ميديا والتفاهات اللي ما تفيدك في والو، ولا راك تستغل في وقتك، راك تدير في عادات جدد، ولا برك مازالك كيما كنت. دوكا ثاني راك تعيش في نتائج تاع واش كنت حاب توصل قبل. قراراتك اللي فاتوا عندهم علاقة كبيرة كيما صرالك من قبل، والدليل انه ما وصلتش وين راك حاب توصل كيما كنت حاب اكزاكت. وانا جبت لك دي كونساي يعاونوك توصل وين راك حاب توصل باذن الله. اولها تتوكل على ربي سبحانه. التوكل على ربي هو انك تبذل اقصى مجهود، بصح نتيجة عارفها قضاء وقدر، انه ربي سبحانه راح يختار لك الخير. وصدقوني الا توكلت على ربي وبديت البدية الاولى اللي هي اصعب حاجة، امور بعدها راح تتيسر. ثانيا لازم تحبس تحس الناس، لازم ما تضيعش وقتك وطاقتك في امور ما تفيدكش، في امور ما تنفعكش. ضيع في جهدك وطاقتك وتفكيرك في حياة الناس مش في حياتك. تعس في صاحبك، تعس في خوك، تعس في جارك، تعس في الناس اللي عايشة مساميك، الناس اللي تعرفهم. يعني التفكير تاعك ماهوش في حياتك. لو كان جاء التفكير تاعك في حياتك اكيد راح توصل وين كنت حاب توصل. نصيحة مني، تبداش تعس في الناس، ابدا عس في روحك، ركز على روحك كأنك انت الوحيد اللي عايش في هذه الدنيا، وماشي ما تعس الناس اللي تعرفهم. اكبر دليل السوشيال ميديا، يعني راك تشوف الدراما تاع فلان وفلانة، تشوف في فضيحة فلان وفلانة، روتينات تاع الناس وش شريت، الناس وش خرجت، الناس مع من راهي تهضر. يعني راك باش تشوف فيديو كامل فيه 20 دقيقة و 24 دقيقة في فلوق تاع ناس، ولا في مشتريات ناس، ولا في انجازات ناس، راك تدير في جهد وتضيع في وقت. تبقى في بلاصتك وما تنجحش وما يزيد نجاحهم نجاح. نزيه الحمد لله كاين حاجه اسمها بلوك. صفي واش راك تتابع، صفي لي باج تاعك من كل حساباتك، خير الناس اللي تتبعهم والمحتوى اللي يزيد فيك، المحتوى اللي يفيدك، المحتوى اللي يعطيك حكمة، المحتوى اللي يعطيك قيمة، المحتوى اللي يفيدك بأي طريقة من الطرق ويزيد فيك. حاجة ثالثة وأكيد أكيد 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 أنه تبدأ تخدم على الأفكار اللي يجوك. تبدأ تخدم على الأفكار اللي يجوك. مثلا جاتك فكرة وحاب تطبقها، راح تعيقك حاجة من زوج حوايج. أولها قلة الإمكانيات، وثانيها هدرة الناس. قلة الإمكانيات أبدأ بواش قدرت، اللي عندك أبدأ بها وربي راح ييسر لك الأمور تلقائيا عن تجربة. أبدأ بواش قدرت وبواش عندك. أكيد يعني مادام جاتك فكرة يعني على الأقل راك عارف كيفاش تبداها. ثانيها هدرة الناس. اسمعني مليح، أنه الناس 98% مش مهتمين بيك وما على بالهمش بيك اصلا. وإلا عندك لذيك الدرجه ناس مهووسين بيك راح يتفكروك نهار نهارين بعدين ينساوك. يعني مستحيل حتكون في تخمام بنادم حياته كامله يخمم فيك وش راك دير. اغلبيه الناس راها لا هي في رواحها لا هي في مستقبلها ما على بالهمش بيك. ما اخطك من التخمام هذاك تاع الناس وش يقولوا عليا، لانه اغلبيه الناس حيهضروا لانهم حابين يهضروا، مش لانهم مهتمين بحياتك لهذيك الدرجه. يعني اغلبيه واحد ما على بالو بيك. اخرها اسكت وما تهدرش على واش راح دير. يعني اذا ماكش حاب هضره الناس اثر عليك، ما تهدر لهمش اصلا واش راك حاب دير. ولا فات هدرت وغلطت واش راك حاب دير، ما تزيدش تجبد الموضوع نهائيا. وما يسقسوك قول لهم انه راهي تالفه ما على باليش واش راح ندير، الله اعلم. ما تردش على الاسئله. يعني اذا فات وهدرت واش راك حاب دير، بدلهم الموضوع وما تجاوبهمش اصلا. انا وانت على بالنا لو كان تهضر على حاجه راح ديرها اغلبيتها مش حتصدق. رسول الله صلى الله عليه وسلم قالنا اقضوا حوائجكم بالكتمان لهدف ما، لسبب ما، لغايه ما. انا وانت على بالنا بلي كان تهضر على حاجه قبل ما راح ديرها ما هيش راح تصدق. لذيك ما تهضروش على حاجه راح نديروها ولا اصلا فكره جات في راسكم، لخاطر نهار تجوا تطبقوها ما حيجيكم هذاك الخوف تاع الناس واش راح يقولوا علينا. اخيرا
وين حاب توصل. وين حاب توصل هي النتيجة تاع الخدمة والتعب تاع واش راك دير دركا. الا راك ماكش تتعب دركا وما طبقتش على الاقل واحدة من النصائح اللي قلتهم لك، وصح اذا حاب توصل وين حاب توصل، على الاقل حاول تبدا تخدم على وين راك حاب توصل. هذا هو الهدف كامل، انه تخدم في اي مجال في هذه الدنيا، صحتك، قرايتك، خدمتك، حلمك، يعني اي حاجة من حوايج الدنيا كان تخدم عليها راح توصل وين حاب توصل لها. هذا كان فيديو تاع اليوم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا ولو بذرة من الفائدة. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.